السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد وحلقه جديده. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتفرج عليا فانا احمد داوود، بعتبر القناه انا مساحتي الشخصيه اللي بحب اتكلم فيها براحتي. النهارده حابب اتكلم عن شويه حاجات. انا من الفيوم، وطبيعه الفيوم شويه ان احنا فلاحين ولينا عادات وتقاليد من سابع جد لينا من ايام الفراعنه تقريبا لسه موجوده، ودي حاجه كويسه جدا. التمسك بالعادات والتقاليد حاجه كويسه جدا، بس في عادات تحترم وفي عادات وتقاليد مش عايز اقول لها تحترم، علشان انا بحترم اي عادات وتقاليد وبحترم اي رأي اي شخص ايا كان. بس في حاجات يعني ما ينفعش ان احنا نيجي على نفسنا ونعملها، لان احنا كده بنضر نفسنا ومش بنعيش الحياة بالطريقة اللي احنا حابين نعيش فيها، بس علشان عادة معينة او تقاليد معينة. ما ينفعش ان احنا يعني نبطل نعملها او نعمل حاجة غيرها، مع انها ممكن تكون اصلا حرام. ممكن تكون العادات دي او التقاليد دي بتضرنا وبتخلينا نعيش الحياة بنفس الطريقة اللي احنا حابين نعيشها واحنا متمسكين بيها، بس علشان دي عادات وتقاليد احنا اتربينا عليها او عشنا عليها. فبما اني من الواقع ده، وانا مبسوط جدا ان الحمد لله فعلا من الفيوم وفي عادات وتقاليد، وبحمد ربنا جدا ان انا الحمد لله. يمكن يعني اوقات بزعل جدا ان انا ما عنديش نفس العادات او التقاليد اللي عند اهل الفيوم، اللي بحترمهم جدا وبحبهم جدا، ورغم ان في بعض السلبيات فينا، بس ما علينا ايا كان اي بلد او اي منطقه او اي حد، في الحلو وفي الوحش، ده طبيعي جدا او طبيعه الحياه. بس انا حابب بجد يعني اوجه رساله من ابن بلد ان في اي بعض العادات والتقاليد لينا او عندنا مش لطيفه ومش حلوه، وبتخلينا فعلا يعني ممكن احنا نكون حابين نعمل حاجه ونعملهاش بس عشان على خاطر العادات والتقاليد دي، مع ان يعني هي ولا حرام ولا عيب لو بطلناها. يعني هي مش حرام لو احنا ما عملناهاش. فخليني اقول بعض الحاجات كده. انا بشوف ان الفيوميه او اهل الفيوم بعاداتنا وتقاليدنا بدوننا مستحيل نو واي ان احنا نعملها، بس انا شايفها ان هي لا، طبيعي جدا. من ضمن الحاجات دي ومن ضمن الحاجات ديت يعني يمكن اتعاقبت عليها كتير او ما اتعاقبتش عليها، كان بيتبص لي نظره يعني بشعه خالص، بس الحمد لله ان انا ستيل يعني فضلت على موقفي او استمريت على موقفي، وكنت دايما شايف ان دي حاجه مش حرام ودي حاجه مش عيب. فاز يو لايك زي ما انت شايفني، يعني قشطه، شوفني زي ما انت حابب تشوفني. من ضمن الحاجات ديت ان انت مثلا تساعد اختك او تساعد مامتك او تعملهم بطريقه حلوه. يعني خلينا نقول ان الراجل في الفيوم معروف ان هو يبقى راجل لما يزعق ويعلي صوته ويمد ايده كمان، يمكن على اخته او بنته او مراته. هو الراجل في الفيوم كده. يعني يمكن ما اعرفش ده هل عند اهل الصعيد ولا عند مثلا اهل وجه قبلي، بس انا لاحظت ده في بعض اهل الفيوم. يعني مش بقول الكل. حته ان انت علشان تبقى راجل في نظر الناس حواليك لازم تعلي صوتك وتزعق وتشخط وصوتك يبقى عالي، واوقات كمان توصل بيك انك تمد ايدك ان انت كده راجل. فنو واي ازاي حد يقدر اصلا يمد ايده على بنت؟ ازاي واحد راجل ازاي راجل اصلا يقدر يمد ايده على ست؟ يعني سيبك ان هو مثلا يزعق او يعلي صوته، كلنا نتعصب وممكن نقول عادي ماشي، لكن انك تمد ايدك على ست مثلا او تبقى انت شايف نفسك راجل مجرد انت بس بتتحكم في الست او تعلي صوتك عليها، لا. يعني دي لا من اخلاقيات دين ولا من اخلاقيات تربيه ولا من عادات وتقاليد ولا من اي حاجه خالص انا بشوفها. دي حاجة التانية انك تساعدهم. كنت لما مثلا اقف مع مامتي في المطبخ او اقف مع اختي في المطبخ اساعدها في حاجه مثلا، او مثلا اختي في يوم تعبانه او مامتي في يوم تعبانه، وبقول لهم خلاص ارتاحوا انتوا وانا هعمل الحاجه دي النهارده، اللي هو انت ازاي واقف في المطبخ؟ ازاي راجل واقف في المطبخ؟ فانا اتهنت ونزل اتهنت كرامتي حرفيا عشان كنت مثلا بقف في المطبخ او اعمل حاجه مكان اختي شويه او مكان مامتي شويه. فلا، مش عيب خالص ان انا اغسل لنفسي هدومي. لما مثلا مامتي تعبانه شويه او مش قادره تعمل حاجه اساعدها، شايلاني طول عمرها، ايه المشكله لما اشيلها؟ مش عيب خالص لما اقف في المطبخ يوم او اقف دايما اساعدهم مثلا في المطبخ ان هم بيعملوا اكل فاساعدهم واعمل معاهم. انا اوريدي من الناس اللي ما بتحبش تبقى قاعده والاكل او الحاجه تجي لي لحد عندي، لا، احب ان انا اعمل حاجتي بنفسي، اصلا اخدم نفسي بنفسي، فاهم؟ دي بحبها جدا. فكنت برضه لما مثلا اوقات اقف معاهم في المطبخ وحد يشوفني كنت دايما مش بيستلطفوني. حته برضه ان انا بعمل اختي او مامتي كويس جدا مثلا حتى لو قدام الناس، كان برضه اللي هو يستغربوني جدا. كان لو كنا بنتحسد عليها، كانت اختي بتحسد ان انا بعملها كويس كده، اللي هو ازاي. حاجات كتير جدا يعني مش هسترسل فيها، بس بعض العادات والتقاليد فعلا مش بشوف ان هي كويسه، ورغم ان الناس تبقى متمسكه بيها.
بعض الحاجات يعني يمكن دي حاجات بسيطه جدا، في حاجات اكبر بكتير جدا كانت اللي هو عانيت فيها فتره بس علشان ما تعملش ده او اعمل ده علشان بس الناس ما ينفعش تقول علينا ايه. فعندهم برضو حته ان انا بهتم جدا لراي الناس ده وبيهتموا جدا لراي الناس. شفتها في الفيوم كتير جدا تقريبا عشان برضو حوار الكوره وناس بتبقى عارفه بعض، فبيبقى مهتمين جدا وانترستد جدا في حته ان هو لا ما نعملش ده علشان الناس تقول علينا ايه، ولازم نعمل ده عشان الناس تقول علينا ايه. ما كنتش برضو بحب الحته دي خالص. انا ما اعرفش ايه بقى العادات والتقاليد، بس انا بحب الفيوم جدا واي بلد فيها الحلو والوحش. بس انا حابب ان انا مش الفيوم بس، يعني اغلب او اي بلد او اي حد ممكن تلاقي في كهروية كده ما ينفعش تمسك بحاجة هتضرنا، وما ينفعش تمسك بحاجة بقت مش حلوة. عاداتنا وتقاليدنا حلو جدا ان احنا نتمسك بيهم بس في الحدود المعقول او في اللي هيفيدنا، لكن اللي هيضرنا لا. يعني حاجة هتضرني واروح اعملها بس علشان دي عادات وتقاليد، لا طبعا ما ينفعش خالص. حتى من ضمن العادات والتقاليد برضه حته مثلا الزواج المبكر، سواء ولد او بنت بيبقى لسه ما اتخرجش اصلا من ثانوي او من اعدادي، ويبقى كل اللي في دماغه او كل اللي بيهمه ان هو يعمل يخطب او يتجوز. فلا، في حاجات كتير جدا بصراحه مش شايفها كويسه، وبتمنى ان هي تتغير في حاجات كتير جدا وعادات يعني نصلح من نفسنا. بس ده اللي كنت حابب بصراحه، يعني كنت شايفه مش لطيف شويه، فحبيت ان انا اعمل كومنت عليه. واي حد طبيعي اي مكان فيه الحلو والوحش، وناس الفيوم طبعا على راسي جدا، انا من الفيوم وبحب الفيوم جدا، واتمنى ان انا اشوفها قريب، لان انا يعني قعدت في القاهره او قعدت في اكتوبر من هنا عند سنتين، بس بحب في كل فتره فين وفين كده اسافر اقعد يوم يومين ولا حاجه. واتمنى كنت اتمنى مش عايز اقول كنت اتمنى ان اعيش فيها، الحمد لله، لان يمكن الفرص او الاكسبيرينس اللي اخدتها من هنا او المدينه او اللي كانت الفرص متاحه ليا كانت افضل بصراحه بكتير. ما كنتش اعتقدش ان انا كنت هلاقيها في الفيوم او في القرى. بس لا، الفيوم جميله جدا وبحب الريف جدا، وستيل بحب الفلاحه، وستيل بحب ارض الفيوم. وبس ده كله كنت حابب اقوله في الفيديو، ومن هنا هتشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.